السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير ومساء الخير حسب الوقت اللي بتشوفون فيه هذا الفيديو. كيف حالكم وكيف أيامكم؟ إن شاء الله طيبات، وإن شاء الله أيامكم كلها خير وبركة وسعادة. اليوم إن شاء الله راح أو نستعرض مع بعض مشترياتي من مكانين. طبعا من مهرجان التسوق خلاص اللي بأبها، ومن المدينة العالية. البارح رحنا المدينة العالية يا بنات، تجنن 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 بمعنى كلمة تجنن. ومن اسمها المدينة العالية يعني هي في مكان مرتفع جدا، وفيها تلفريك وفيها مقاهي وفيها أسواق وفيها كل شيء ما شاء الله تبارك الله. فمرينا محلين واشترينا منهم، وراح أضمها مع مشتريات اليوم. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا لايك، ولو مو مشترك اشترك في القناة وفعلوا جرس التنبيه. طبعا حبدأ معاكم بأول حاجة شريتها من مهرجان التسوق. حبدأ معاكم بحاجات مهرجان التسوق. طبعا هذه الشنطة الصغيرة الكيوت ب150، بس أنا شريتها ب50. عندهم عروض كل شيء ب50. الشنط هذه خلاص، هي هذه البائعة صينية، يعني كل الأشياء اللي هناك صيني تمام. فأخذتها عشان الجوال، ومثلا قارورة موية، وللمشي. أنا أبغاها للمشي أكثر شيء، لما أطلع مثلا أمشي، أطلع مشوار سريع كذا، وأنا أمشي على رجولي أخذ الشنطة هذه تمام. فمرة عجبتني، وتحسوا كذا طرية وجلد وسميكة ما شاء الله، فراح تنفعني جدا جدا. في زيها يعني لها جيوب اللي أشوفها في الإعلانات، بس هذه أحس إنها حتاخد أكثر لأنها طرية كده، حتاخد مناديل، حتاخد أشياء كثيرة تمام. أخذت كمان الترمس هذا، واكتشفت لما رجعت البيت إنه من هوم ماستر. طبعا هوم ماستر أكيد شركة حلوة، وبرضو منتجاتها جميلة. أخذت الترمس الصغير ذا يا بنات عشان بدر، لأنه بدر من عشاق الشاي، مرة يحب الشاي. فلما أسويله في براد يبرد عليه، كل شوية يرجع ويسخنه يرجع ويسخنه. فجبت له الترمس ذا أو الثلاجة، إحنا صراحة نقول لها ثلاجة صغيرة. فأخذت له هذه مقدار براد، أسوي له الشاي مثلا، أحطها له في الثلاجة هذه أو في الترمس ذا، تحفظ له الحرارة حتى يخلص الشاي، أي حتى يشبع يعني من الشاي تمام. لونها حلو جميل. توقعوا بكم أخذتها؟ تخيلوا أخذتها هي أصلا ب36، أعطاني إياها ب30 خلاص. وقال لي جربيها، حطي فيها موية حارة وخليها مدة 6 ساعات، 6 ساعات أتوقع أو 10 ساعات. وإذا بردت معاكي في أقل من كده رجعيها، تعالي هنا ورجعيها لي. تخيلوا عشان هذا الضمان عندهم. فأخذتها صراحة، بس لما رجعت هنا إلا الكرتون مكتوب عليه هوم ماستر، والله ما انتبهت هناك. ثاني حاجة لما فتحنا الغطاء، إلا القزازة اللي جوا لونها وردي. وأنا أتذكر أمي مرة قالت إذا شفتي القزازة اللي جوا لونها وردي معناته نوعيتها ممتازة، يعني معناتها تحفظ الحرارة خلاص. تاني شي يا بنات الشنط. هذه الشنط اللي الصوت حقي كان صامت في الفيديو اللي فات. البنت هذه بنات احنا شرينا من عندها المرة اللي فات، السنة اللي فات، ونفس العروض ما زالت زي ما هي. كل شنطة 100 تاخديها يا بنات، تجنن شنطها ترى. أخذناها ب100. أخذت أنا شنطتين من عندها، لأن صراحة أحب الشنط يا بنات اللي ما تجي صغيرة مرة. أنا أحب الشنطة اللي مقاسها زي كذا وتجي واسعة. وكمان أحب الشنط الأكثر اللي جيوبها كثيرة، يعني لها فتحات كثير. أحط هنا مثلا العطر والبوك حقي أو المحفظة، الجهة الثانية أحط الجوالات، الجهة الثالثة أحط مثلا المناديل والأشياء زي كذا. لكن هذه فتحة واحدة وفيها اللي جيب صغير جوا، بس برضو تاخد كثير، تاخد أشياء كثيرة. لو مثلا انت رايحة زيارة، رايحة مناسبة، هذه تكفيكي بزيادة. أنا جربت الشنطة الثانية، أخذت كل أغراضي يا بنات، برضو مو هو واضح إنها أخذتها.
كده انضبط وطلعت تجنن. حوريكم اياها بعدين في فيديوهات جاية. تمام. هذه الشنطة الأولى لونها أسود. أكثر الشنط اللي عندي يا بنات أسود، أميل للأسود كثير. خلاص، هذه قلت أكسر اللون شوية، لأن أختي قالت بس أسود، بس خذي لون تاني. أخذت اللون العشبي. عشبي بنات مطفي، يعني مو لامع، لون مطفي كده. خلاص. لونها جميلة 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 جدا. طبعا أنا صورت لكم بصوتي مباشر، لكن اكتشفت إن الصوت صامت، ما أدري ليه. جزء منها صامت. خلاص. حتى هذه يا بنات فيها ميزتين. ميزة إنك تستخدميها يد على يدك كده. خلاص. وبرضو فتحة واحدة، يعني ما سحاب واحد. وهذه الميدالية حقتها يعني زينة لها. تمام. تاخذ هذه الشنطة اللي أنا استخدمتها، أخذت يا بنات كل أغراضي، وما يعني ما طلعت كده منفوخة، لا طلعت مرة مضبوبة وحلوة. حتشوفونها إن شاء الله في فيديوهات ثانية. شوفوا، بإمكانك تقفليها مع بعض كده، تستخدمينها كده. خلاص. وبإمكانك تشيليها بالسلسال اللي معاها الصغير ذا. تمام. وبإمكانك تستخدميها بال هذا ما أدري إيش اسمه، اليد الطويل ذا. تمام. طبعا اليد الطويل هذا يركب في الحلقة اللي أنا ركبتها في بعض. فهمتوا؟ هذه الشنطة الثانية. كل شنطة ب100، إلا الشنطة الصغيرة هذه الطويلة اللي قلت لكم أخذتها من عند البنت الصينية ب50 ريال. كل شنطة عندها ب50 تقول لي. حتى هي والله شنطها حلوة. تمام. الحاجة الثانية، أنا ما كثرت يا بنات، لأنه العام، تخيلوا العام يا بنات، أنا كثرت كثير صراحة أغراض، وعلى كده ما استخدمتها كلها، ومرة يعني أوجعني قلبي عليها، لأنه أنا ما أحب التبذير كثير صراحة. أحب لما أشتري الحاجة أستخدمها، ما أحب أركنها. فهمتوا؟ طبعا أخذت القمصان هذه يا بنات، لفت انتباهي إن البنت اللي موظفة على المحل هذا لابسة واحد منهم. خلاص. فمرة عجبني، وشرح كذا واسع، يعني يعطيك برودة ويعطيك راحة نفسية. مرة حلو، حلو في البيت. يعني مو شرط إني أكون مضبضبة دائما مضبضبة بملابس ضيقة وملابس، لازم نريح على أنفسنا شوية. تمام. حتى لما تيجي تشتغلي هذا يكفي، حتى لو انعدم عليكي ما يكون يعني مرة غالي. على أني أنا لما أشتغل مثلا بكلوريكس ومطهرات قوية ألبس المريلة هذه لازم. تمام. طبعا نفس اللون بيج، بس النقشات تختلف. أخذت 3، أتوقع كل واحد ب50. ما أدري، أتوقع، ناسية والله يا بنات. أنا مرة عندي ما ركز في الأسعار كثير. تمام. أخذت النقشة هذه، وأخذت النقشة الأولى، وأخذت النقشة الثالثة برضو تختلف عن الثنتين هذه، عشان يعني أحس إنه في تغيير. فهمتوا؟ وقماشها يا بنات مرة حلو، مرة قطنية باردة مرة. ما أدري عنها إذا انغسلت تنكمش ولا لا، ما أدري صراحة، بس أنا لما شفتها عليهم عجبني شكلها. فأخذت، هي عندها عرض 3 حبات تاخدينها بسعر معين. خلاص. أخذت اللون هذا، شوفوا الليموني هذا مرة شكله. هي كانت لابسة زي هذا، أتوقع زي الليموني ذا، لا كانت لابسة زي حق الأرنب. خلاص. أنا عجبني هذا اللون الليموني، أميل برضو تعجبني الألوان الليموني، اللون الأخضر التفاحي. شفتوا كيف حلوة؟ وتغيير جو، يعني تغيير ملابس، تقدري تحس. والله يا بنات ناسي بكم سعرها، بس بعدين حتأكد لكم من الفواتير اللي عندي، وبعدين أقولها لكم في فيديوهات جاية إن شاء الله. تمام. هذه مشتريات مهرجان التسوق. تمام. شوفوا أنا ما كثرت المرة هذه بالمرة، يعني حاولت بس الشنط والقمصان هذه والترمس اللي أخذته الوليد بس البدر. تمام. هوريكم يا بنات المشتريات اللي أخذتها من
طبعا احنا مرينا محلين فقط، اللي هو محل عطور ومحل ميك اب وشوزات واشياء. فعجبني شوز هذه يا بنات مرة صراحة. أنا عندي شوزات كتير، بس أنا أحب أشكال معينة من اللي عندي. عجبتني هذه انتو كرامة يعني. شوفوا كيف يا بنات، طبعا من بوما، بس هذه درجة أولى ممتازة، أصلا واضح من شكلها إنها ممتازة مرة. تجنن يا بنات، كذا واطية مريحة، تحسين إنها عالية الجودة فعلا يعني. حتى خياطتها طريقتها تحسين إنها قوية جدا. طبعا أنا أخذت اللون الرصاصي مع الأسود، في لون بيج وفي لون أسود وفي لون بني أتوقع. أخذت أنا هذا، وبنت أختي أخذت البيج اللي زيه بس بيج وأسود، عشان البيج تعرفوا البنوتات يحبوا الفواتح أكثر شي، والبيج يناسب أشياء كثيرة. أنا أخذ هذا عشان أنا أطلع كثير، أطلع أحيانا وأحب أكرف الحاجة يعني. أركز على حاجة واحدة لين أحس إذا ارتحت فيها أحس إني ألبسها كثير، ما أدري ليه. طبعا جميلة جدا. طبعا أخذتها هذه بكم؟ هذه ب100 بس. أي شوز عندهم ب100، أي شوز عندهم ب100. لحظة أتأكد لكم اسم المحل. طبعا بنات 176 أتوقع اسم المحل. بيوتي CI في المدينة العالية. عندهم شوزات جميلة وعندهم ميك اب يجنن اللي يبغى ميك اب، بس أنا عندي كتير تبوك صراحة فما أبغى. طبعا مرينا يا بنات الريف، غني عن التعريف ريف. اشترينا من عندهم أعطار خيالية. طبعا أخذت هذا جاني من عند أختي هدية. تاخذي عطر واحد مثلا، تاخذي عطر نسائي واحد ويعطونك 2 عليه مجانا، أو تاخذي عطر مثلا ودي بكيفك حددي، تاخذي عطر رجالي وتاخذي معاه 2 رجالي، أو تاخذي عطر نسائي وتاخذي 2 نسائي براحتك، بس هذا العرض. أو تاخذي 2 مثلا عطرين، واحد رجالي واحد نسائي، يعطونك 4 من اختيارك مجانا. تخيلوا. العطر الواحد تقريبا ب300. العطر الواحد شريناه هذا مثلا العطر ب325. خلاص بتاخدي عليه عطرين باختيارك انتي مجانا، يعني دفعتي 300 هذه تاخدي العطرين باختيارك من الريف مجانا. تمام. طبعا هذا مسك يا بنات، ريحة نظافة، ريحة تمسك صراحة. أنا أول مرة أجرب عطور ريف، بس على تجربة أختي صراحة مرة حلو. هو براند سعودي يا بنات، مرة يجنن. وتابعين لعطار الماجد أتوقع. هذا العطر رقم 36 شايفينه، عطر نسائي. أنا اخترت هذا خلاص لأن أختي مجربته، و اخترت واحد البدر وواحد الوليد رجالي. أعطار هادية، أعطار شبابية. تمام. شايفين؟ أوريكم العلبة بشكلها من جوا كيف فخامة من الآخر ترى. حتى لو هدية عندهم بوكسات هدايا، إذا تبغي بوكس هدية تحصلينها عندهم. شايفين كيف هذه؟ شوفوا كيف الشكل جميلة جدا. في بعض العطار جذبتني هناك كمان الكتابة هنا عربية، حاطين كتابات يعني بخط عربي كده مزخرف مكتوب هنا. شايفين؟ هذا العطر الثاني اللي هو رقم 11. عاد هم يختاروا اللي يبغوا يتعطروا مع بعض براحتهم عاد. تمام. شايفين حتى السعة حقتها يعني كبيرة، سعتها تقريبا 100 ملي. شايفين؟ ممكن تختارينها كلها رجالية، يعني تختاري مثلا عطر رجالي 2 رجالي باختيارك، عطر نسائي 2 نسائي باختيارك. فخامة من الآخر يا بنات، ريحتها تجنن، ريحتها تثبت.
بس نصيحتي إذا إنك تخرجين لا تتعطري فيهم أبدا، حاولي إنك تتعطري فيهم داخل البيت أو في يعني إذا تقابلين نساء بس، فهمتوا؟ كده هذه أعطاري وهذه مشترياتي كلها. أشوفكم على خير دحين، يلا نشوف إيش ورانا بعدين. تمام، يلا لا تنسوا لايك. طبعا هنا يا بنات جاء وقت الغداء والعشاء مع بعض، فقلت أسوي لنا غدوة بسيطة كذا وسريعة في نفس الوقت، لأنه من أول ما جيت إلى الآن هي مرة واحدة طبخت في البيت. تمام، وتعرفون أنا ما أحب أكل المطاعم كثير، يعني أتضايق إذا جلست كل يوم كل يوم أكل من برا. هي مرة واحدة طبخت أنا وأختي كبسة لحم كاملة وطبخناها بقدر ضغط على البوتاجاز هذا، بس ما صورتها لكم أبدا. فقلت أعوضكم المرة هذه أصور لكم الوجبة حقتي أنا وأولادي، رغم إني حسبتهم معاي بس ما أكلوا، ما يبغوا. تمام، ف طبعا أخذت القدر الصغير ذا، هو يعني سعته حلوة تجيب وتكفينا وزيادة. حطيت بصلة صغيرة، وحطيت 3 فصوص ثوم، وبعدين حطيت الطماطم. أبغى أول شي أسوي كشنة معتبرة، طبعا حطيت عليها الطماطم معجون طماطم والبهارات هذه. البهارات هذه بنات جميلة، أول حاجة فيها حرارة، يعني ما تحتاجي فلفل وشطة ومدري ايش اللي هو بس فلفل أحمر ما تحتاجي. فيها كل حاجة، إذا كثرتي منها الأكل يصير حار. تمام، فحطيت شوية عشان خفت ياكلوا الأولاد مثلا بدر ووليد، أو وليد بالذات ما يحب الحار، فحطيت شوية بس. شوفوا حتى لون الأكل يتغير، لأنه فيها كركم وفيها فلفل أسود وفيها فلفل أحمر وفيها كمون وفيها كل حاجة بهارات مشكلة، عشان أبغى ما أبغى أكركب الدنيا هنا. لما أجيب كل واحدة وحدها هيكون يعني كثيرة. تمام، طبعا حطيت الدجاج، هذا صدور دجاج، صدر دجاجة واحدة قطعتها، أو أتوقع واحدة، أيوة قطعتها مربعات صغيرة جدا، وراح أقلقلها مع الطماطم والبصل والزيت والثوم والبهارات كلها، راح أقلقلها حتى تقريبا تستوي. تمام، جربوها يا بنات، يطلع الأكل لذيذ حتى لو تسويها بس إدام. بعدها شوفوا أنا ما حطيت موية ولا شيء، حطيت الرز على طول لأنه الدجاج استوى، يعني جلست أقمر الدجاج لين الدجاج استوت تقريبا. بعدها حطيت الرز، غسلت الرز، وبعدين حطيت الرز فوق الدجاج والكشنة اللي أنا سويتها وملحت. تمام، وخليها تنطبخ مع بعض على نار هادية. طبعا البوتاجاز هذا يا بنات ما ينزل النار كتير، يعني تهدى شوي بس مو زي النار زي البوتاجاز الغاز. تمام، وراح اخليها على بال ما تستوي. حسوي لي السلطة، طبعا عندي هنا خيارة وعندي طماطم صغيرة، وراح اقطعها مربعات صغيرة جدا. تمام، على بال ما اقطع يا بنات السلطة، خلوني اتذكرت المقطع اللي فات. في واحدة تقول لي انه المقطع يعني محذوف الصوت، وفعلا يعني ما انتبهت صراحة الا لما قالت لي، فشكرا شكرا من القلب على تنبيه، صراحة نبهتيني جدا جدا. رجعت للفيديو بعدين وسمعت الفيديو كله لأول مرة، إني ما أسمع الفيديو حقي كامل. فدائما قبل ما أنزله في القناة، هو يعني غير مدرج، لازم أسمعه قبل ما ينزل عشان أتأكد إذا في خطأ، إذا في شيء محذوف، إذا أرجع أعدله يعني. فلما رجعت للفيديو إلا في مقطع يعني مو قصير مرة صراحة، هو مقطع شوية طويل وراح عليكم أشياء كثيرة من مهرجان التسوق شرحتها لكم. حاولت إني أضيف الصوت بس ما قدرت صراحة، فقلت خلاص الفيديو وقع وكثير شافه،
فخلاص استوى. إن شاء الله أتلافى هذا الشيء في المرات الجاية، وراح انتبه قبل ما أحطه علني، يعني أحطه الكل يشوف، تمام، يشوف الفيديو. هذا الشيء أنا مرة بسطني صراحة من متابعتي الغالية، إنها نبهتني، الدليل إنها مرة مركزة معايا. شكرا لك من قلبي صراحة. فإن شاء الله بإذن الله الكل يكون كذا معايا، تمام. طبعا يا بنات أنا سويت السلطة، أحب أحط معاها جرجير أو خس، وحطيت كمان بصل أخضر. يا بنات البصل الأخضر جدا مفيد، هي ريحته ما هي حلوة لكنه مفيد جدا مفيد، حتى مع تغير الأجواء. لو تغيري الأجواء، يعني تتغير الأجواء معاكي وخايفة إنك تمرضي، كثري بصل، كلي بصل. صدقوني يا بنات زمان أول ما جيت تبوك، حقول لكم على قصة على البصل. كان عندي أنا دائما كحة ما تنتهي، كحتي جافة جدا، وكانت مرة توجعني في صدري قبل ما أجيب حتى أولادي. لسه باقي توي، يعني توي جاية تبوك على السنة الأولى والثانية. فواحدة من جاراتي لما شافتني مرة تعبانة قالت خذي بصل العادي هذا اللي نقطعه على الأكل، مو البصل الأخضر، خذي بصل وكليه كذا، كلي أكل وكثري منه. أنا أكله حتى عند أهلي، بس يعني بحاجة بسيطة، كنت أتضايق من ريحته. تعرفوا بنت باقي صغيرة ومدري إيش، وما أبغى ريحة فمي يصير كذا. فأخذت بنصيحتها وأخذت نص بصلة، والله من جد يا بنات، وأكلت نص بصلة كاملة. والله يا بنات أكلتها في الليل، صحيت اليوم طبعا أخذت فرشت أسناني وأخذت بقدونس وما خليت حاجة عشان تروح ريحة البصل. صحيت اليوم الثاني أنا بخير، ما عندي كحة نهائيا. والله العظيم يا بنات يعني ما صدقت نفسي. هذا هو البصل والمر، مرة تجنن. خلاص شوفوا كبستي، طبعا ما عندي صحن، فأخذت الطاوة هذه وحطيت لي الأكل فيها، وأخذت عليها ملعقة سلطة وموز. أحب الموز مع الكبسة يا بنات، مين زيي؟ هذا سر من أسراري، أحب الموز مع الكبسة، فلذيذة جدا، تعطيك طعم حلاوة كذا مع الأكل. جربوا معايا إن شاء الله تكون عجبكم الفيديو. انتظروني الفيديو جاي، يلا مع السلامة.